تعادل الزمالك أمام الداخلية بطعم الخسارة، والسبب خوان كارلوس أوسوريو مدرب نادي الزمالك. الحقيقة مش هجامل حد ولا هقول كلام ناس ما تفهموش، أنا هبسط الدنيا كلها. مدرب بيجرب طرق لعب لا تصلح للعيبة عندها مبادئ كرة القدم. احنا عندنا مشكلة ان احنا ما عندناش كواليتي لعيبة يا جماعة، ما عندناش لعيبة اساسا، مش ما عندنا كواليتي، ما عندناش لعيبة اساسا في نادي الزمالك. فبالتالي الخطط اللي هو بيطبقها و3 2 4 1 والباك، خط لعيب، خط النص يضم يدافع و الخطط دي اللي هو بيتكلم، الخطط اللي فيها حاجات مركبة، اللعيب المصري بطبيعته ما بيحبهاش. ليه ما بيحبهاش؟ ليه؟ لأنه مطلوب دايما من اللعيب في الخطط المركبة دي إن هو يقوم بدور واتنين وتلاتة في طرق اللعب. يعني لما أنا يبقى الكورة معايا أعمل إيه، ولما يبقى الكورة ضدي أعمل إيه، ولما أبقى أراح هجمة مرتدة بعمل إيه. طيب هشرح لك ببساطة جدا هو خوان كارلوس أوسوريو بيلعب إزاي وعاوز يعمل إيه، تمام؟ عشان تفهم للدرجة، يعني لأي مدى ولأي درجة خوان كارلوس أوسوريو معتقد إن لعيبة الزمالك دي مناجم ذهب، وإن هم لعيبة كواليتي أوروبا ولا حاجة. ولازم وبيحركهم زي قطعة الشطرنج. طيب خوان كارلوس أوسوريو بيلعب بتلاتة لو أنت لاحظت كده: حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر. واحد يقول لي إزاي تلاتة؟ مفيش اتنين سيرد باك ولا هيلعب بسيرد باك واحد وباكين وبتاع. طيب انا فاهمك هو بيعمل ايه. ثلاثة زي ما انتوا شفتوا: حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر. انا شايف بصراحة ان هو مظلوم جدا، لعيب لسه صغير يا جماعة، دفاعيا هو مش اقوى حاجة. مع موضوع مفتاح خبرات، مش محتاج ان هو واحد زي ده يلعب ماتشات زي دي بطرق لعب زي دي، لانه لعيب لسه صغير. في اوروبا الدنيا مختلفة، بس ايه، مش هنضحك على بعض. خلينا بس الاول نركز في النقطة دي. هو بيلعب بثلاثة، قدامهم اتنين: رؤى ودونجا. رؤى ودونجا قدامهم أربعة، قدامهم واحد. أنا مش عايز الأربعة دول ولا عايز الواحد ده، أنا هوريكم بس الخطة اللعب اللي هو بيلعب بيها إزاي غريبة، وإزاي عايز يعمل حاجات لعيبة الزمالك عمرها ما هتعرف تطبقها. طيب في حالة الدفاع، التلاتة اللي ورا دول بيتقلبوا أربعة قصادهم واحد. إيه اللي بيحصل؟ حمزة بيفتح، وحاتم بيفتح على حسب الهجمة. دونجا رؤى بيقلب من لعيب رقم 6 بيلعب سيرد باك، بيبقى مدافع رابع مع الأربع، مع الثلاث مدافعين. يبقى في حالة الدفاع بنتقلب كام؟ 4-1 4-1. في حالة الدفاع مع الباكات اللي المفروض بتضم، مع لعيبة خط نص المفروض يضموا مع دونجا، واللي هو ما بيحصلش. طيب يبقى انا مطلوب مني ان رؤى هيرجع يدافع، هيبقى سيرد باك مع حسام عبد المجيد، ودونجا هيلعب لقدام لوحده مع الاتنين اللي هيرجعوا معاه. يعني انا المفروض في حالتي الدفاعية بلعب 4-5-1. 4-5-1. هل ده بيحصل؟ لا. في اتنين لعيبة في نص الملعب اللي هو في الأربعة اللي قدام ما بيرجعوش: شيكابالا، زيزو، ما بيرجعوش أصلا. دونجا دونجا بيبقى لوحده. الأطراف مصطفى شلبي وإبراهيم نضاي على فترات، ولما بيرجعوا مش بيبقى ما بيرجعوش للمسافة اللي المفروض يرجعوها. فده بيخلق عندك مشكلة في خط النص، ومشكلة ان انت لما معكش الكورة ما بتعرفش تسترد الكورة، ما بتعرفش تاخد الكورة بسهولة جدا. طيب فين دور الجهاز الفني المصري وكابتن مدحت عبد الهادي والناس اللي معاه، كابتن احمد مجدي، كابتن احمد السيد، عبد المنصف؟ بيكلموا الراجل يقولوا له ايه بالنسبة اللي هو بيعمله في الملعب. ما هو بص، انا ما عنديش مشكله في طرق اللعب اللي هو بيجربها، ما عنديش مشكله ان المدرب يجرب، لان المدرب جاي يشتغل، جاي يجرب وجاي يشتغل ويشوف لعيبه ويشوف كواليتي ويشوف خطط ويشوف طرق لعب. بس هي انت لعبت ماتش واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، طريقه اللعب مش نافعه. الفريق اللي اي فريق قدامك بيلعب بيوصل للجون بسهوله جدا، ودي نتيجه ان انت ما عندكش دفاع منظم، عكس ما كان ايام فريرة. طيب اللعيبه نفسها متقبله للموضوع ده؟ واضح من ارضيه الملعب ان اللعيبه مش متقبله الخطه ومش متقبله طريقه اللعب. طب احنا هنقاوح ليه؟ يعني مش هنخترع دين جديد ولا نخترع كرة جديدة. انت يا عم ما تلعب اللي اللعيبه تقدر تعمله، زي ما فريرا كان اول ما جه عمل كده. اول ما جه فريرا لعب بثلاثه، بيلعب ثلاث مدافعين، بيلعب بخمسه مدافعين. ليه؟ شايف ان الزمالك دفاعيا ما بيعرفش يدافع، لعيبه الزمالك ما بتعرفش تدافع، فبيلعب باربعه. ليه؟ ملعب بخمسه وامن دفاعاتي، اهم حاجه ما نخش فيها جوان. ده فكر فريرا وطريقه لعب فريرا، هي نجحت مع نادي الزمالك. طب
طب انت برضو شايف ايه امكانيات اللعيبه؟ شايف ان اللعيبه الامكانيات الهجوميه موجوده بس امكانياتها الدفاعيه مش موجوده. طب انت مش عارف توصل للجون، وفي نفس الوقت مش، وان الفريق اللي قصادك بيوصل معاك بسهوله. بصراحه اداء سيء سيء ومزري جدا نادي الزمالك. ما تقوليش بس الكوره اوف سايد ومش كوره اوف سايد واحنا جالنا ضربه جزاء والتوفيق من عدم، والتوفيق والعدم، وده نتيجه ان اللعيبه في حاجات غلط موجوده في الفريق. في لعيبه مش ان هي مش صافيه، في لعيبه مش حابه بعض في الفريق، لعيب بيقف ولعيب بيستنى ولعيب الدقيقه 90 اللعيبه بتتمشى. يعني انا ما شفتش كده بصراحه، ما شفتش كده في حياتي. اللي الدقيقه 90 واللعيبه عماله تتمشى كده في الملعب وكانهم في لا مبالاه، وفي يعني حاجه كده، يعني حاجه كده لا يعني ما ملهاش وصف تتقال عليها في كره القدم. لعيبه الزمالك كانت بتعمله النهارده. خوان كارلوس اوسيرو لعب 6 ماتشات، كسب 3 ماتشات، كسب 3 ماتشات اسوان، بروكسي، وكسب سيراميكا كليوباترا 3 ماتشات. تمام. اتعادل ماتشين مع المقاولين اول ماتش ليه، ومع الداخليه النهارده. تمام. وخسر ماتش هو ماتش الاسماعيلي. طيب حد يجي يقول لي احصائيات كده باين ايه؟ باين، هي الاسباب بتبين، بس انا ما اقدرش احكم على المدرب من خلال شهر يا جماعه. بس هي رؤيه بتاعته وفكره واضح لينا. هو مش هيقدر، الطرق اللعبه دي مش نافعه مع اللعيبه دي، كواليتي اللعيب لا يسمح بده. دور الجهاز المصري ان هو ينصحه، ودور الاداره ان هي تتكلم معاه. دورهم ان هم احنا عايزين نمشي الدنيا، اللي هنمشي الموسم. انت لو لعبت كده قصاد النصر، ولا لو لعبت قدام فرقه تقيله، انت خد بالك لحد دلوقتي ما لعبتش فرقه تقيله، ما لعبتش فرقه تقيله عندها شراسه هجوميه وعندها لعيبه بتخلص. يعني انت لو لعبت قدام النصر كده انت هتشيل قبح. بكلمك بجد يعني بامانه، انت لو لعبت كده قصاد النصر السعودي، او فرقه بتهاجم وعندها كواليتي مهاجمين كويس، سيبك من مهاجمين نصر مصر اللي هم ما بيشوفوش اصلا قدام الجول، فانت هتخسر وهتخسر كتير جدا. فاتمنى تدخل في اسرع وقت وحل. شكرا.